لو سألتك ايه اهم مهارة ابنك محتاجها عشان ينجح في المستقبل، غالبا اجابتك هتكون البرمجة. بس المشكلة الكبيرة اللي بتواجه كل ازاي هعلمه برمجة وهو لسه صغير؟ هل لازم يقعد قدام الشاشة بالساعات عشان عينيه تتأذي وتركيزه يقل؟ النهارده هقول لك السر اللي المبرمجين والمهندسين بيستخدموه مع اولادهم، وهو علوم الحاسب من غير حاسب، او السي اس انبلاج. النهارده هنعرف ازاي نخلي ابنك يفكر كمبرمج محترف وهو ماسك الورقة والقلم وقاعد بيلعب. اولا، يعني ايه مفهوم الانبلاج؟ يعني ايه برمجة من غير برمجة؟ ازاي يعني برمجة من غير كمبيوتر؟ البرمجة في جوهرها مش اكواد بنكتبها، البرمجة هي طريقة تفكير وترتيب. هي ازاي نحل مشاكل كبيره عن طريق ان احنا نقسمها لمشاكل اصغر، ازاي نكتشف الغلط ونصلحه، وازاي نرتب افكارنا عشان نوصل لهدفنا. بالنسبه للطفل في سن من 4 ل 7 سنين، عقله مش بيبقى محتاج كمبيوتر وبرمجه تقيله زي اللي بنشوفها واكواد بقى وحاجات معقده خالص. في السن ده هو محتاج مهارات حسيه، يعني يمسك، يقص، يلون، يتحرك، لان ده اللي بيبني الوصلات العصبيه في دماغه، مش مجرد يدوس على زراير. طيب عرفنا ان هو هيقدر يتعلم برمجه في السن ده، هيتعلم ايه بقى في السن ده؟ هيتعلمها ازاي؟ في المرحله دي احنا مش عايزينه يحفظ اوامر، احنا عايزينه يتقن 5 مهارات اساسيه. اول حاجه الاتجاهات او الدايركشنز، دقه الاوامر، يمين، شمال، فوق، تحت، رايت، ليفت، اب، داون، عشان يعرف يواجه الكمبيوتر او الروبوت صح. رقم 2 الخوارزميات، الالجوريزمز، يعني ترتيب الخطوات، ازاي يغسل ايديه او يلبس هدومه بنظام. ثالث حاجه صيد الاخطاء او الديباجنج، الغلط مش كارثه، الغلط تحدي محتاجين ندور عليه ونصلحه. رابع حاجه التكرار او اللوبس، يعني ازاي ننجز شغلنا بذكاء ونكرر الخطوات الصح عشان نوفر وقتنا. خامس حاجه الاحداث او الايفنتس، حياتنا كلها عباره عن احداث بتحصل، وكلنا اتعلمنا ان كل فعل ليه رد فعل، فالافعال دي او الاحداث بتعلمنا التركيز والاستجابه، وان دايما الكمبيوتر محتاج مننا اكشن او حدث عشان ينفذ المهمه المطلوبه منه. طبعا حضرتك كأم وقتك غالي، وممكن تتوهي في فيديوهات اليوتيوب والبحث عن انشطه تناسب سنه وترتيبها الصح، وعشان كده انا قررت اشتري لك وقت واختصر عليك الطريق ده كله. جمعت لك كل الخبره دي في مكان واحد، كتاب مغامرات المبرمج الصغير، تحدي ال5 ايام لتعلم اساسيات البرمجه. كل يوم بيمثل حاجه من اللي اتكلمنا عليهم من شويه. ده مش مجرد كتاب انشطه، ده منهج كامل متقسم ل5 ايام، وبيبقى عباره عن تحدي بالنسبه لطفلك، بياخد طفلك من الصفر لحد ما يبقى مبرمج صغير فاهم ومنظم. انا رتبت لك الانشطه والتعليمات وجهزت لك دليل تمشي عليه، وحتى لو وقف قدامك حاجه عملت لك كورس كامل بيشرح كل مفهوم برمجي وكل تمرين فيه، وكمان بنتابع معاكي لو عندك اي اسئله خلال التحدي. وطبعا مكافاه بطلنا الصغير شهاده تقدير باسمه في نهايه الكورس. لو عايز تعرفي اكتر عن الكتاب هتلاقي كل التفاصيل في وصف الفيديو وفي اول كومنت. في النهايه محتاجك تفتكري ايه هو دورك انت كأم. دورك هنا مش مدرسه بتلقن معلومه، دورك مدربه. انت اللي هتفتحي له باب الخيال، هتلعبي معاه وتشجعيه لما يغلط قبل ما ينجح. انت اكتر واحده عارفه مدخل ابنك ايه وايه اللي بيحفزه. مهاره البرمجه بالورقه والقلم هتعلم ابنك الصبر، التركيز، المنطق، مهارات هتفضل معاه في المذاكره وفي حياته كلها. ابدأي مع ابنك صح واستثمري في عقله، كل ده وهو بعيد عن ادمان الشاشات. هستنى رايك، ولو عندك اي سؤال اكتبيه في الكومنتس تحت. لايك، شير، سبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي.